ازاي تبقى مغناطيس للبنات؟ ومش محتاجة اكد عليك انك متعملش الحاجات دي كلها غير لو نيتك كويسة وداخل على جد. اول حاجة واهم حاجة لازم يبقى ريحتك حلوة، مش بس نضيف، النظافة دي شيء اساسي، ولكن كمان يبقى ريحتك حلوة. تاني حاجة وبمنتهى البساطة، ضحكها وضحكها اللي هي ضحكها بجد. خليك دمك خفيف، بتعرف تهزر بس من غير ما تبقى اوفر، بتعرف تهزر بس من غير ما تتعدى حدودك. وتالت واهم حاجة واللي هقولها لك بصراحة وواقعية، حطها في طاقتها الانثوية. هشرح لك يعني ايه، بس خليني اكلمك عن كتاب لذيذ جدا ومهم جدا، هو كتاب كيف تنجذب النساء للكاتب ابراهيم ناجي. الكتاب غامض شوية لان المؤلف بيحكي في الكتاب ده ليه في بنات مهما تحاول تقرب منها مستحيل توصل لقلبها، وهي نفس البنت ممكن تبقى بتجري بنفسها ورا واحد تاني عارف يجذبها ويوصل لقلبها. وبيحكي الغلطات اللي بتعملوها لما بتحاولوا ترتبطوا ببنت، وليه بتفضلوا تلفوا حوالين نفسكوا وتوصلوا برضو لنفس النتيجة. ليه في ناس بتختار تفضل تراقب من بعيد وناس بتختار تقرب وبرضو بتترفض، عشان باختصار مش فاهمين فكرة الانجذاب وازاي يعلقوا البنت بيهم. وبيحكي المؤلف تجربة شخصية، هو ازاي اتحول من شخص البنات ما عندهاش شغف ناحيته ابدا لشخص بيعرف يجذب البنات ويتحكم في كل مراحل العلاقة. وبيتكلم كمان عن الخوف من دخول اي علاقة اصلا، وليه الشاب ممكن يعمل غلطات هو نفسه مش فاهمها. كل الاسئلة دي هو بيقدم لها اجابات عملية من خلال كلامه عن نظرية الانجذاب للبنت، وازاي ممكن تعمل تصرفات تحرك مشاعرها تجاهك. ايه الطرق والاستراتيجيات النفسية اللي ممكن تخلي البنت تنجذب فعلا ليك؟ كل ده هتلاقوه في الكتاب اللي هسيب لكم معلومات عنه في اللينك اللي تحت الفيديو. نرجع بقى لموضوعنا وازاي تبقى مغناطيس للبنت بشكل طبيعي، يبقى دي طبيعتك. اول حاجة اللي انا كنت بتكلم فيها، او ثالث حاجة يعني، حطها في طاقتها الانثويه. ده لو انت فعلا اصلا معجب بيها، لكن لو انت عايزها تبقى صديق مقرب، تمام، ما تحطهاش في طاقتها الانثويه. لكن انت معجب بالبنت دي وشايفها الانثى اللي بتحلم بيها، ساعدها تكون في الطاقة الانثوية اللي هتخليك بعد كده على المدى الطويل تتعامل مع الجانب الانعم والاطيب والارق فيها. بمعنى اصح، انت اللي بتختار البنت اللي قدامك تبقى عبد الغفور البرعي معاك، ولا تبقى ليدي كده وانثى. طيب هتقولي الموضوع ده بيختلف من بنت لبنت، وفي بنات مهما عملت هتفضل كده. الموضوع نسبي برضو، ولكن انت اللي بتختار برضو الطاقة اللي تحطها فيها. طب اديك مثال ازاي. هقولك لو انت مثلا نازل في ديت، فانتوا نازلين في ديت في الزمالك وهي ساكنة في التجمع وانت ساكن في اكتوبر او العكس، ما ينفعش اول مرة ولا تاني مرة ولا ايا كان اي عدد المرات اللي في الدنيا خطيبتك مراتك، ممكن مراتك يبقى فيه تهاون شوية عشان فيه رصيد، ولكن انت لسه بترسم الفكرة عند حد، فما ينفعش تقول لها ايه، ما تقربي لي والنبي، ما تيجي مش عارفة تعالي انتي خديني تعالي قربي لي انتي، تعالي لوحدك. ما ينفعش الفكرة دي. عارف ليه؟ عشان هقولك الكواليس اللي ورا الكلام ده. هي على فكرة ممكن تعرض، ممكن تقولك انا هجيلك، انا هقرب لك، انا هروح على المكان على طول، انا اصلا معلش بحب السواقة، اصلا. بس لما هي هتعمل كده في كواليس للموضوع، مجرد ما هي بتفكر ان هي شايلة هم او مسؤوليات حاجة في الخروجة او في الوقت اللي هي فيه معاك، هي بتبدأ تفعل طاقة التفكير والمسؤولية والطاقة الذكورية. فبتبدأ انت بتحس تلقائيا ان في ند بالند، يعني طول الوقت الطاقة دي هتبقى محوطاك. هقول لك جمله تافهه قوي، بس الجمله دي جواها معنى عميق وتفاصيل لوحدها ممكن تفرق في كل حياتك. لو البنت وهي نازله معاك قدرت تلبس اعلى كعب عندها، فهي مطمنه معاك 100%. ليه؟ عشان موضوع الكعب ده احنا بنفكر فيه، طبعا انت مش فاهم اصلا يعني ايه، بس موضوع الكعب ده احنا بنفكر فيه بشكل غريب وتفاصيل كتيرة قوي. يعني مثلا لو خارجين مع حد احنا حاسين ان هو مش شخص امن كفاية مثلا، دايما لازم يبقى فيه كعب ينفع نمشي بيه بسرعة، ينفع لازم يبقى فيه حاجة سبير مثلا، حاجة فلات، كوتشي. ده طبعا مع مراعاة اختلاف الأذواق، ولكن لو هي نازلة معاك وقعدت تفكر 10 دقايق
انا البس الجزمة اللي لايقة على الطقم ولا البس الجزمة اللي هتبقى مريحة اكتر، بما اني انا هشيل مجهود في الخروجة وانا اللي هسوق لغاية عنده، ولا انا اللي هاخد اوبر، ولا انا اللي هتبهدل، ولا انا طب البس اللبس المناسب اني اكون مبسوطة، ولا اللبس اللي يخليني حاسة بالامان اكتر. لو فكرت كده، لو قعدت 10 دقايق قبل ما تخرج معاك تفكر النوع ده من التفكير، فسلام عليكم يا معلم، انت اتحطيت في حتة التركيز بعقلها. والحتة دي مش لصالحك ابدا، عشان الحتة دي معناها ان انتوا هتكملوا في مواقف كتير، مواقف ممكن تكون مهمة وضغطة بالنسبة لك، الند بالند. في بنات كتير جدعة وبنات كتير بتتطوع دايما ان هي تعمل دور مش بتاعها في العلاقة، بس صدقني كله بيندم، الاتنين بيندموا على المدى الطويل. وصدقني لو انت حاسس انه طب ما تشيل عني شوية من مسؤوليتي الذكورية، هي تشيل دوري شوية، ايه المشكلة اما نساعد بعض؟ انت هتيجي في وقت في الحياة ما تكون بنيت نفسك خلاص، وحاسس انه المادة مش مهم او المسؤولية والوقت مش حاجة كبيرة بالنسبة لك، هترجع تاني تتمنى تكون عندك أنثى في حياتك، أنثى انت اللي شايل مسؤوليتها. وساعتها هنرجع بقى لموضوع الخيانة، وهنقعد نلف لفة وحشة قوي حوالين نفسنا. وهتلاقي ان البنت دي لو انت اتجوزتها وبقت مراتك، هتلاقيها عمالة تعايرك تقولك انت ليه بقى عايز تنفصل، انت ليه عايز تروح تشوف واحدة تانية، ليه عايز تتجوز عليا، هو انا مقصرة في ايه؟ فهي مقصرة في ايه؟ هي مقصرة انها شالت جزء من دورك وخرجت من طاقتها الأنثوية حبا فيك. ولكن دي غلطة الاتنين بيعملوها. عشان تتجنب كل الدوامة دي من الاول، وعشان تبقى اتراكتيف لاقصى درجة، دايما خليك في طاقتك الذكورية، خليك انت الراجل، انت المسؤول، انت اللي هي حاسة ان انت محتويها وحاسة بالامان معاك. الامان هو مفتاح البنات الاول. وبس كده.